قرر المدرب السابق للمنتخب الجزائري جمال بلماضي التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمطالبة بمستحقاته المالية بعد إنهاء تعاقده مع الاتحاد الجزائري. وكان الاتحاد الجزائري قد استغنى عن خدمات جمال بلماضي إثر الخروج المخيب من نهائيات كأس إفريقيا 2024 في ساحل العاج. بعد ذلك تعاقد الاتحاد الجزائري مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش دون أن يعلن بشكل رسمي عن فسخ عقد بلماضي، مكتفيا ببيانات تفيد أن بلماضي لم يعد مدربا للمنتخب الأول. وبعد استنفاذه كافة الطرق للحصول على حقوقه، قرر المدرب الجزائري اللجوء إلى الطرق القانونية عبر مباشرة إجراءات شكوى الاتحاد الجزائري لدى الاتحاد الدولي للعبة. وأشارت مصادر مقربة من جمال بلماضي أن هذا الأخير انتقل قبل أسابيع إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتقى عددا من المستشارين القانونيين لبحث تفاصيل قضيته مع الاتحاد الجزائري استعدادا لتقديم شكوى رسمية لدى الفيفا. ووفقا للعقد الذي يربطهما، فقد أنهى الاتحاد الجزائري مهام جمال بلماضي قبل 35 شهرا من نهاية عقده، وهو ما يرفع قيمة مستحقاته لدى الاتحاد إلى 7 ملايين يورو،